السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ النهارده هنعمل فطاير او سندوتشات بطريقه حلوه قوي وبطريقه مختلفه، وهنعمل كمان حشوات مختلفه. هنعمل حادق وهنعمل حلو، هتعجبكم ان شاء الله. وكل ده عملناه بس ب 400 جرام من الدقيق، والمقادير سهله وبسيطه جدا، غير انها هتنفع كمان للاولاد في المدرسه، هتنفعهم قوي. يعني ممكن تغيري لهم من السندوتشات اللي هي التقليديه، هيحبوها قوي، وتحشيها لهم كمان بحشوات مختلفة اللي انت عايزاه. ركزي معايا في طريقة النهاردة، هتستفادي منها ان شاء الله. انا نور خالد، ودي قناتي، متنسوش الاشتراك في القناة واللايك والكومنت على الفيديو لو عجبكم. ويلا بينا نبتدي. يلا بينا ندخل على المقادير. احنا طبعا هنستخدم 400 جرام من الدقيق منخولين كويس جدا، هنحط لهم معلقة صغيرة من الملح او رشة من الملح. وبعد كده في البولة بتاعتنا هنحط السكر، هتبقى معلقة سكر، معلقة كبيرة. الزيت احنا هنستخدم في حدود 80 جرام من الزيت، مش محتاجين زبدة ولا اي حاجة، هو زيت فقط. ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية بتاعتنا. وطبعا لو انت الخميرة مش متأكدة من صلاحيتها، اتأكدي من صلاحيتها ان انت تسيبيها شوية، لو فارت هتبقى كده الخميرة مظبوطة. وانا ما احتاجتش ان انا اعمل تيست للخميره بتاعتي، لان انا متاكده منها ان هي صلاحيتها كويسه. نحط على الخميره الدقيق، اللبن اخر حاجه هنحطه، لان احنا هنحط شويه بشويه عشان ممكن العجينه بتاعتنا او الدقيق ما يحتاجش اللبن ده كله. وطبعا ده بيفرق من دي للتاني، ممكن تستخدمي نوع دقيق مختلف عن بتاعي، فممكن تحتاجي لبن اكتر مثلا من اللي انا هستخدمه، فبرضو نكون حريصين في كده. واي معجنات هنعملها، يعني دي تكون قاعدة عندك، اي معجنات هنعملها يفضل يكون اللبن دافي، او المية اللي بنعجن بيها لو مش هنعجن بلبن المية برضو تكون دافية. انا المقادير اللي قلتلكوا عليها دي مقادير مظبوطة بالظبط. يعني انا اللبن استخدمت 170 ملي من اللبن الدافي، انا ما احتاجتش استخدم تاني. عجينه حلوه قوي، مش هتضايقك في العجن ولا حاجه. احنا مش محتاجينها تكون بتلزق ولا حاجه، انت هتعجني بس فيها شويه حلوين لحد ما هتلاقي القوام بتاعها زي كده بالظبط، يبقى هي كده مظبوطه. بعد ما هنخلص عجن في العجينه هنسيبها طبعا عشان تتخمر شويه. طبعا احنا عشان في الشتاء، فانت ممكن تشغلي الفرن 5 دقايق بس، وبعد كده دخليها في الفرن طبعا بعد ما تقفلي الفرن. في الوقت اللي احنا هنسيب فيه العجينه تتخمر، احنا ممكن نحضر الحشوات بتاعتنا. اول حاجه انا هحضر الحشوه للحادق، للفطاير الحادقه او السندوتشات الحادقه. هنستخدم جبنه كريمي، اي نوع جبنه انت طبعا حباه، طبعا ده حسب الذوق وحسب الرغبه. انا استخدمت جبنه كريمي، وبعد كده استخدمت جبنه رومي مقطعاها مكعبات، وجبنه موتزاريلا، وممكن نستخدم زيتون معاها. انا استخدمت زيتون، ممكن اخضر او اسود حسب اللي متوفر. واستخدمت معاها فلفل الوان احمر واصفر. لو حابه تضيفي اي حاجه تانية، يعني الفطاير او السندوتشات دي ميزتها انها ممكن اي حاجه نحشي بيها، عايزه تحشي بسجق بلحوم، يعني دي مفتوحه ليكي ان انت تحشي باي حشوه موجوده عندك او حابه تحشي بيها. بس احنا كده انتهينا من حشوة الجبن او الحشوة الحادقة. هنعمل الحشوة الحلوة او المسكرة، طبعا برضو دي حسب المتوفر عندك وحسب اللي انت حباه. انا استخدمت اللي هو الكريم الباستري او الباستر كريم. طبعا احنا بنستخدم مية عادية خالص، ممكن تخلطيه بالحليب، ولكن هو بالميه بيبقى حلو جدا. انا استخدمت كوبايه من الباستري كريم قصادها كوبايه من الميه، لان انا كنت عايزه الخليط يكون تقيل شويه. وعشان تعرفي تحشي الفطاير دي لازم يكون الباستري كريم تقيل مش خفيف. وطبعا احنا هنضربه بالمضرب الكهربائي، ويفضل المضرب الكهربائي، يعني المضرب اليدوي هيكون صعب على ايدك شويه. وهنحط الباستري كريم على جوز الهند. انا استخدمت جوز هند ومكسرات، ممكن زبيب، ممكن سوداني، المتوفر عندي. العجينه ساعه بالظبط وكانت اتخمرت، وطلع طبعا عجينه تحفه جدا. طبعا احنا بنخرج بس الهواء منها، يعني بنديها عجنتين بس بساط. وبعد كده هتجيبي العجينه بتاعتك، طبعا هتفردي بس رشه دقيق عشان ما تلزقش مننا. وهنعمل العجينه كور، تقريبا عملت 9 كور، وممكن على فكره تعمل معاكي اكتر لو انت عايزه الحجم اصغر من كده. بس هندي رشه من الدقيق،
وهنعمل العجينة بتاعتنا كورة كورة. أول كورة انتي عملتيها هتستخدميها أول واحدة. لو لقيتي العجينة بتاعتك مش بتتفرد معاكي كويس غطيها وسيبيها ترتاح بس 5 دقايق. العجينة لما بترتاح انتي بتعرفي تفرديها، وزي ما انا عملت كده بالظبط هتقفليها الاول من النص عشان خاطر تعرفي تكملي بقية القفلة للعجين. ومن الناحيتين هنحاول بس نديها طول شوية واحنا بنقفلها، ونقفل كويس جدا عشان بس الجبنة او الحشوة بتاعتنا ما تخرجش بره. بس طريقتها سهلة وبسيطة جدا، بس حاولي ان انتي تضغطي على العجينة دي اهم حاجة. وهتكوني محضرة الصينية بتاعتك اللي هتدخليها الفرن عشان هنسيب فيها العجينة شوية بس نص ساعة علشان تتخمر. طبعا انتي هتكوني مبطنة الصينية علشان الفطاير بتاعتنا ما تلزقش فيها. وهكذا برضو لما نعمل الفطاير الحلوة هنعمل نفس الفكرة وهنحشيها برضو بالباستري كريم والمكسرات، وبرضو هنحاول نقفلها كويس. انا جبتها لكم تاني عشان بس تركزوا بنعملها ازاي وقفلناها ازاي عشان يطلع بالشكل ده. بس كده ونحطها في الصينية بتاعتنا، وبرضو الصينية نكون مبطنينها علشان ما تلزقش مننا. هندهن وش الفطاير دي بلبن، هندهن الحلو وهندهن الحادق برضو بلبن. وبعد كده الحشوة اللي احنا عاملينها بالجبن او الحدقة هنحط من فوق بس حبة البركة وسمسم. ممكن تحطي سمسم بس ممكن حبة البركة بس. احنا هنسيب بس الفطاير بتاعتنا هترتاح بس نص ساعة، وهنكون شغلنا الفرن مسبقا قبلها ب10 دقايق او ربع ساعة عشان يسخن، وهنحطها على درجة حرارة 240. وما خدتش تلت ساعة في الفرن تقريبا وطلعت، وطبعا ريحتها كانت تحفة جدا وحلوة قوي وطلع اللون الذهبي الجميل ده. طبعا الفطاير اللي هي الحلوة انا اديتها بس مسحة بسيطة من العسل الابيض عادي ورشة من جوز الهند. واللي انتي حابة تحطيه ممكن تحطي مثلا مكسرات مجروشة، ممكن تحطي فستق على الوش، ممكن تكتفي بالعسل فقط هتبقى حلوة برضو. الفطاير دي هتبقى جميلة قوي لأولادنا اللي في المدارس. ويا رب تكون الوصفة النهاردة عجبتكم. أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. مع ألف سلامة.